سلام متابعيني الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم هذه الوصفه تاع بغيوش سائل بناء على طلب واحد المتتبعه. هي تطلب صحنه تانية نصف فايد، وكل وحده تدي فكره وتدي الوصفه يمكن تساعدها وتعجبها ان شاء الله الا جربتها. نشوفوا البغيوش تاعنا للنهار اليوم. انا نقول هاني لبيت لك رغبتك وان شاء الله يا ربي تعجبك الوصفه وتجربيها وتنجحي فيها باذن الله، مع انها بسيطه جد جد بسيطه وسهله التحضير وما تديش كاع الوقت، وتوجد ليه اللي في رمشه عين توجدي هذا البغيوش الرائع وسهل التحضير. نخلوه يبرد مليح، نقسموه انا العاد راه حامي باش نوريلكم الوصفه، نوريلكم النتيجه تاعنا للنهار. بريوش محشي بالشوكولا، خفيف رائع سهل التحضير. وصفتنا لنهار اليوم بزاف سهله. نحتاجو فيها كاس ونص تاع الفرينه، كاس تاع الحليب، نص كاس تاع الماء، نص كاس تاع الزيت، نصف باكي تاع خميره الحلوى، مغرفه كبيره تاع الخل، حبيبه شوكولا، حبه بيض. نستعملو البياض والصفر نخلوه لدهن الوجه. عندي 6 مغارف تاع السكر، عندي مغرفه كبيره تاع خميره الخبز ومبشور الليمون. نبداو بسم الله، ومغرفه صغيره تاع الملح. نبداو بسم الله، السكر والخميره ومبشور الليمون. نزيد عليهم مغرفه تاع الزهر. المزهر يبقى اختياري، اللي ما تبغيش ديره ما ديرش، حاجه ما نبغيش بغيوش بلا مزهر. كاس تاع الماء، مغرفه تاع الخل، عفوا، الكاس تاع الحليب، نص كاس تاع الزيت، عندي هنا بياض تاع البيضه والصفار نستعملوه لدهن الوجه. نصف غرفه صغيره تاع قهوه تاع الملح، نصف بغيوش يليق يجي شويه مالح، نسحقو لافاني، هادو هما المكونات. نخلطو كاع السوائل مع بعض. نزيدو عليه نص كاس تاع الفرينه، دوكا نزيدو الكاس اللي بقى لنا تاع الفرينه. هنا نص باكي تاع خميره الحلوى، نديرو نصف، ونخلطوه مليح ونخلوه يربوزي. بدنا وجدنا البلا تاعنا. دوكا هنا نجيب المول تاعي اللي غادي نطيب فيه البغيوش تاعي، راه واجد. ندهنوه بشويه تاع المارغرين، نبداو نحطو في العجينه تاعنا. بالنسبه للفرينه، الفرينه عمروا الكؤوس، عمروهم مليح،
عمروا وضغطوا عمروا وضغطوا باش يجوكم الكيسان مملوئين بالفرينه. فالفرينه كي نعمروها في الكاس تخدعنا، نحسبوا بلي الكاس هذاك هو راه مملوء، مي تضغطوا زيدوا عمروا. كاس ونص تاع الفرينه مملوئين. قبل ما يخمر نجيب هذيك الصفر تاع الحبه تاع البيض، ندير لها شويه تاع الحليب وشويه تاع لافاني. لافاني تعطيها احمرار وما تخليناش هذاك لوغو تاعها يجينا تاع الصفر تاع البيضه. ندهنوا غير بشويه، نصيفوا العجينه تاعنا. راكم تشوفوا راهي سائله. هذا هو لو بريوش السائل، ماشي اللي يتلصق في اليدين. بريوش سائل يجي من بريوش سائل، بريوش ليكيد. نسحفوا غير بشويه وندهنوا العجينه تاعنا. دوكا هنا ندير حبيبات تاع الشوكولا. نوزعهم بطريقه عشوائيه. هنا غادي نخليه يخمر لنا حتى نشوفوا الحجم تاعه ضاعف من ربع ساعه حتى 20 دقيقه. الحال راه دافي. كفايه. غادي نغطيه ونخليه يختمر لنا حتى 20 دقيقه. نشوفوا الحجم تاعه ضاعف وندخلوه في الفور يطيب لنا على 150 درجه حتى نشوفوه طاب لنا من التحت ومن الفوق. نتلاقاو بعد قليل قبل ما ندخلوه في الفرن. اول بريوش تاعنا بعد ما طاب وخرجناه من الفوق نخلوه يبرد شويه باش نحوه ولا نقلعوه من القالب تاعه. دوك نجو نشوفوه في صحن التقديم ونشوفوه في شكله النهائي ان شاء الله. بعد ما نخليه يبرد غادي نديمو ليه ونوريه لكم ان شاء الله. دوك انا كنديمو ليه نجي للتزيين. هنا عندي صحن بشكل تاع ورده. نبدا نرش في سكر كلاص على الجوانب. كما نعرفوا لي بريوش يتمشاو بزاف مع السكر كلاص. هنا بقاو لي حبيبات تاع الشوكولا غادي نديرهم في الوسط. متتابعينا الكرام، انا وصلنا لنهايه الفيديو. هذا هو الشكل النهائي تاع بريوش السائل لنهار اليوم. نتمنى تجربوا الوصفه وتنجحوا فيها باذن الله وتعجبكم. نتمنى اخواتي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، دائما مع وصفه امونه ديزاد ولا امونه الجزائريه، في وصفه لابد تكون اقتصاديه وسهله وبسيطه التحضير. الى الملتقى والى فيديو جديد ان شاء الله. سلام احبابي.